يلا تعالى. طبعا احنا هنشوف بقى نعمل ايه في دوت، عشان دوت هيتعمل عليه محشي النهارده، مش هنوضح بقى اكتر من كده. فرخاتي اللي اغلى من حياتي. فرخاتي اللي اغلى من حياتي. بين سن السنانين. يلا يا غاليين، انا الاوائل ازفت الازفه، تعالوا تكاكو تصاصوا. لازم ناكل محشي، يعني ناكل محشي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني قوي قوي. كل متابعيني وحبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم على الفراخ. في ناس سالتني وقالت لي الفراخ لما تكون بتكح او بتعطس بنحط لها ايه، وعلشان كمان عايزين حاجات تفتح نفسهم كده للاكل ويخلوهم يعني تخليهم ياكلوا كويس. تمام. عايزه اقول لكم بقى معلقه شطه. معلقه الشطه ديت لو حطيتها مع الاكل هتفتح نفسهم جدا، وهتديهم وقايه حلوه قوي ان هم ما يعطسوش او يكحوا معاك، وكمان تفتح نفسهم على الاكل. والعلف تحط عليه معلقه من الكركم الاصفر. حطي على العلف معلقه كركم من الاصفر، وحطي على الاكل بتاعهم معلقه من الشطه. بجد هتشوفوا النتيجه حلوه قوي، وكمان هيشجعهم ويفتح نفسهم على الاكل. الشطه والكركم بيفتح نفس الفراخ على الاكل. ولو عندك اي نوع من انواع الادويه ولا كده حطها لهم برضو عادي. شايفين ما شاء الله هم اصلا بيحبوا الخضره عموما، يعني الفراخ بتحب الخضره كتير، فحط لهم خضره. وحط على العلف معلقه كركم ومعلقه من الشطه، هتخليهم يجروا على الاكل كده لوحدهم ويحبوا الاكل. شايفين ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. هم كده ايه، طبعا حاطه لهم الشطه يعني فاتحه نفسهم، وحاطه لهم كمان خضره. الخضره ديت اللي هو اي نوع خضره عندك، بس انا حطيت لهم الكرات اللي هو بيتباع في السوق كده، كرات مع الخضره. بيحبوا الكرات ده قوي علشان هو مدي على طعم وريحه البصل كده، فبيحبوه قوي. فطبعا اللي سالوني في الكومنتات وقالوا لي عاوزين حاجه تخلي الفراخ تتفتح نفسها على الاكل، مفيش احسن من الشطه والكركم والحاجات اللي داخلها بصل. وتحط لهم ايه، بصل، قطعي لهم بصل، حط لهم الكرات اللي هو فيه ريحه البصل وطعم البصل، ده بيبقى حلو بيفتح نفسهم على الاكل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا دولت الحمامتين الجملان. الجملان واقفين لي فين على الشباك. دول اللي هم بيسلوا الفراخ عندنا بيخلوا بالهم منهم يعني. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كده تبارك الله، هم بيحبوا الخضره. الفراخ حط لها خضره كتير، وحطي معلقه على الاكل زي ما قلنا شطه او معلقه كركم. الكركم اللي هو الاصفر. تمام. واي نوع خضره بقى عندك، بس طبعا الخضره اللي هي مديه على كرات كده اللي هي اسمها الكرات بتاعه الطعميه ديت حطيها، عشان بيبقى فيها طعم وريحه البصل، فهم بيحبوا البصل جدا يعني. الطيور عامه بيحبوا البصل جدا. وممكن كمان تحطي فص ثوم تقطعيه على على الميه. انتوا بتاكلوا ببعض كده ليه؟ الله يخرب بيوتكم. عمالين يعضعضوا في بعض ازاي؟ اجيبك. اجيبك. يلا. بس انتي مسيبهمش كده لما تقفلي الشباك هيبردوا بالليل. طب بصي بطلع عليهم بقى بالليل ده كله عاوز يتكنس بكره عشان نعمل اكل. بكره عشان نعمل اكل. اما دول كانوا اخر حاجتين موجودين متبقيين. جاء وقتهم. حطينا لهم الميه عشان ياكلوا. عايزين نعمل محشي ولا نعمل اسمه ايه؟ هعمل قلقاس. قلقاس. هينفع معاهم القلقاس؟ الشوربة بتاعتهم. تعالى يا غالي، تعالى تستخبوا ليه؟ خلاص أزفت الأزفة. يلا تعالى. أنا القوي مع إنه بيأذن. خلاص تعالى. واحدة وخليهم. ما تحاولش، مش هتصعب علينا. في غيره. لا ده هو. في غيره هيجي. يلا تعالى. انت حاسس ان انا الاوان؟ تعالوا رايحين فين؟ بس مستخبيين فين؟ بس يلا اهو.
أزفت الآزف، اوعى تطرطش عليا. يح يح سخنة وليا يح. يا سخنة ولا يا صاحبي؟ ها يح بطل ده عمل لحمة. جناحاته يا ماما. هو هبدني في الحيطة، اقسم بالله اتهبدت في الحيطة. دي جبنا الغالي وقلنا ننضف الغالي. هنعمل عليه ايه؟ القلقاس؟ ماشي، هنقلقس النهارده. ماشي قلقاس بالسلق. ماشي. يعني شايفين الحاجة لما تتربى في البيت بيبقى خير، صح؟ طبعا. تعوزي تعملي لو حاجة عصفورة في البيت تبص تلاقي ايه الله كل يوم يسلمك. تاكلي فراخ تاكلي وتاكلي بط. وز. يعني من ساعة ما ربنا الطيور بصراحة احنا كل يوم بناكل بط وفراخ، ولأن الحاجة في البيت خير. طبعا. تعبي على الحاجة هتلاقيها. اتعمل معاه القلقاس بدل المحشي. سلامتك يا سند، ألف سلام عليك يا روحي. ألف سلام عليك. هأكلك الديك ده يا بنت يا سند، تروح مع عضمك دلوقتي. سلام على القلقاس، سلام على القلقاس. أحلى حاجة اسمه ايه يا يوسف؟ القلقاس. قلقاس. قلقاس. احنا عندنا في مصر بنقول عليه قلقاس. هما اللي عندهم بيقولوا مش عارفة بقى في الدول العربية والدول التانية بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها ايه؟ قلقاس. والله